روزابالي الكردستاني محمد العبد الله طبعا بالملابس السوداء. بدايه سريعه للنزال. ركبه الان من رازابالي، محاوله اسقاط من مقوميد العبد الله، اسقاط رائع، التفاف ممتاز وتخلص هالنشط. المشكله يركز، شوف الفرق اذا تمسك القدم او الساق تحت الركبه ما ممكن تتحكم فيها، لازم فوق الركبه. سكرامبل ممتاز من رازابالي. بس المشكله اللي مسكها تحت الركبه واخذ الضرب، قام ضربات قويه. اللي يحسب لي محمد العبد الله انه طلع من هذا الموقع. ضربات كاف كيك من قبل رجبالي. رجبالي الى حد الان بشكل مميز مع بدايه النزال. اوه ابر كت رائعه، وهزته. محمد عبد الله قاعد يرجع للخلف. انا احسن خلص مقاميد او محمود العبد الله. محاولة اسقاط من قبل كتريب، بس بالعكس الكرغستاني قاعد يدافع عليها. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200ден ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Саймак үйгүз толугу менен кошул. كبيره لرازابالي. ممكن نشوف جراوند اند باوند الان قوي جدا من قبل رازابالي. نزلنا على القتال الارضي، هذا كنا قاعد نقول عليه، بس راح يمشي يشوف برجليه محمد مقاميد العبد الله. قاعد يحاول يمشي برجليه يبعد عن المشكله. الوضع ما لا هو سايد كنترول، صار السايد كنترول بس عالي كثير. هو عالي نعم على السايد كنترول، ولكن شوف القوه الجسمانيه والضغط اللي المفروض يسوي. يعطي ظهره للسياج ويلف يسوي شرمبينج ويطلع من عنده، بس صعب بسبب القوه الجسمانيه لشاديولايف. شاديولايف هو اللي مسيطر لحد الان بعد مرور حوالي نصف جوله. اعزائي المشاهدين، الجوله 5 دقائق. الفائز قاعد يمسك. شوف محمد عبد الله يمسك السياج. محمد العبد الله. اسقاط اخر من شاديولايف. العبد الله قاعد يحاول. شوف مره اخرى راح يوقفه. رازابالي راح ياخذ من عنده نقطه، راح ينزل على الارض. قال له انزل على الارض. شو معناها؟ ما اخذ من عنده نقطه، بس اخذ عنده البوزيشن. يعني قاعد يعاقبه مثل عقاب اقل من الموجود من الاخذ النقطه. اقل من النقطه. اي شوف محاولة اسقاط. يا اخي شاديولايف والقوه الجسمانيه الرهيبه للمقاتل الكرغستاني واضحه في هذه الجوله. رياض نتكلم عن 23 عام فقط لرازابالي، بامكانيات قويه جدا. شوف ضربات الكوع الان ممكن تحضر من قاتل القرقستاني. شوف عثمان نورماجوميدوف ابن عم الحبيب موجود في ركن المقاتل مقاميد العبد الله. وبالعكس شاديولايف اخذ الوضعيه صعبه لان عنده حوالي دقيقه ونصف. طلع من عند محمد عبد الله. نعم طلع واخذ الظهر، ما عنده هوكس. طلع من عندها، طول ماكو هوكس يقدر يطلع من عندها. اخذ الظهر الان محمد العبد الله، قميد العبد الله نعم، ويحاول الاسقاط، ينجح في الاسقاط، ولكن نشوفه يوقف مره ثانيه. قاتل القرقستاني. كل المقاتلين قاعد يستخدموا السياج لتخفيف وطأ الاسقاط. مستوى كبير جدا يقدموه كلا المقاتلين لحد الان في الجوله الاولى، و60 ثانيه فقط لنهايه الجوله الاولى. نسمع خرشو من الجماهير. جود جوب الى حد الان من محمد العبد الله، ضاغط بشكل ممتاز على السياج، كيج كنترول.
اسقاط اخر محاولة. مرة ركبة قوية. هزه مرة أخرى. شايد لايف عنده ركبة حاضرة ومرة أخرى حتكون ركبة، مرة أخرى شفناها ركبة. صحيح. ليش يرجع القدم إلى مسافة بعيدة لكي تاخذ الركبة واسقاط؟ ليش هذا الاسقاط؟ صار بسبب الركبة. لما تضرب ضربة قوية بالركبة تخليك تفقد اللي تقدر عليه. طبعا خافير مينديز موجود ايضا في الصالة. هل راح ياخذ وضعية التوب ماونت الآن؟ الاعتلال الكلي ل رازهبالي قاتل القرقستاني، والثانية الأخيرة وتنتهي الجولة الأولى. جولة قوية جدا واضحة، بس واضح من هو الفائز. نعم. Достор, биздин арабызда Россияда эмгектенгендер көп. Ал жактан акчаны Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга Тинькофф Black дебеттик картасы менен которсоңуз ыңгайлуу болот. Аны алыш үчүн Россия жараны болуунун кажети жок. Болгону описаниедеги шилтемени басып, өтүнмө берип, Россия боюнча каалаган жерге бекер жеткиртип аласыз. Кызыгы бул карта менен Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстанга акчаны комиссиясыз эле тиркеме аркылуу телефон номери менен жөнөтө аласыз. Алуучуга улуттук валютада жашыруун комиссиясыз канча акча келерин көрүүгө болот. Алуучу акчаны банкка барбай эле пайдалана алат. Андан тышкары банктын тиркемеси жана Тинькофф банкоматтары сизге ыңгайлуу болгон кыргыз, өзбек же тажик тилдеринде иштейт. Бул карта биздин улуттук оймобуз түшүрүлүп, сонун дизайнда жасалган. Описаниедеги шилтемени басып, Тинькофф Black дебеттик картасына арыз таштап, анын бардык артыкчылыктарын колдонуңуз. جولة كانت شبه تكون سيطرة كاملة للمقاتل الكرغستاني راجبالي شايدولايف بالسروال الأخضر، بالإضافة إلى مغمد العبد الله بالسروال الأسود. نبدي بنفس الطريقة اللي انتهينا فيها النزال، محاولات قتال على الواقف، ضربه ضربتين. قاعد اشوف القوه الجسمانيه للمقاتل الكرغستاني، ضربات الركبه قاعد تشوف هاي الركبه جايه، الركبه جايه مره جايه، بس بدل الركبه سوى له تريب وراح ياخذ، كان ممكن ياخذ راسه. محاوله اسقاط، وارجع واقول محاوله اسقاط لما تكون تحت الركبه صعب ان تنزل المقاتل اللي امامك. رياض، في تكافؤ كبير بين المقاتلين لحد الان؟ لا مو تكافؤ، جانب واحد صدقني. انت تشوف انه من جانب واحد؟ نعم. انا اشوف انه عند محمد العبد الله في عنده شيء. اي قاعد يخسر. لا بس نعم هو اقوى، لكن في رده فعل دائما تكون جيده من محمد العبد الله. على فكره مو لان نتفق ماجد، انا مو نحن نتفق، انا قاعد اشوف ابدا. انا قاعد اشوف انه قاعد يخسر وهو بفضاء اصلا. لكن الجدير بالذكر ان نتكلم عن يعني صاحب 23 عام، اصغر في السن، اقل خبره من محمد العبد الله. يعني كيف قدر يجمع كميه المهارات هذه في العمر هذا؟ هذا هو السؤال. اذا عنده 9-0 فاثبت لنا ليش عنده 9-0 بالضبط. مرات يسموهم الظاهره اللي هي فينومينا. عارف انه تسوي مقاتل ياخذ هل انا اقول لك منه ارمان ساروكيان عمره 25 عام فقط، صحيح، خبره كبيره. هل تقول انه ما يستحق اصلا؟ قاعد احس انه قاعد ياخروه عشان يقاتل، عشان صغير. اي عشان صغير. يعني يقول لك البيك في عالم القتال المختلطه هو من 31 الى 33، يعني سنتين 3 سنوات. هذا البيك يعني نتكلم عن رازهبالي باقي له 10 سنوات على البيك. اي ما يحرق نفسه. يعني ماكس هالوي بدا من عمره 17 سنه. إذا وضعية وأفضلية لصاحب اللباس الأخضر رازهبالي من قرقستان. نشوف يعني ركن المقاتل مغمد العبد الله
يعني متفاعلين جدا مع النزال والتعليمات بشكل صارم جدا. وحقهم، لان حتى الشخص المسؤول على وجود المدربين بدا يحذرهم، بقى يتفاعلون اكثر من اللازم. مرات تكون الحماس ياخذ دوره وياخذ مركز القياده. على كل حال شادي لايف اعزائي المشاهدين قاعد يحاول قد ما يقدر ينهي النزال بدون الذهاب الى القضاة. نعم، واخذ وضعيه التوب باوند، الاعتلاء الكلي الان من مقاتل رازهبالي وجراوند اند باوند، ولكن محاولات التخلص والتملص كذلك من المقاتل الروسي العبد الله. يعني يمتلك قوه جسمانيه كبيره شيدوليف. احنا لحد الان شوف القوه الجسمانيه، قدره الاسقاط، قدره التحكم، حتى قطار الارضي. شوف راح ياخذ ظهره، عنده وقت، عنده دقيقتين. دخل هوك واحد من الان، بس ايش راح يسوي؟ راح يضرب، دخل الهوك الثاني، راح يضرب يمين ويحاول يسكر عليه باليسار، وفعلا بعده وراح يجي الكرانك على اللي شفناه على الذقن. باقي حوالي 100 ثانية لنهاية الجولة الثانية أعزائي المشاهدين. 3 جولات، كل جولة 5 دقائق، الفائز ياخذ 10 نقاط، الخسران ياخذ 9 نقاط فما أقل. قلت لك كانت بداية النهاية، بداية النهاية، بداية النهاية. ممكن انها واو في الجولة الثانية رير نيكد تشوك. قلت لك ما راح تروح الجولة الثالثة. شفناه صاحب ال 23 عام يدخل ال10 انتصارات امام ولا خسارة. تواجد عدد من مقاتلين اليو اف سي في طبعا مبادلة دوم نادي الجزيرة الرياضي. بلال محمد، الجماين ستيرلينج والكسندر فولكونوفسكي. قاعد نشوف بلال محمد موجود Rear naked choke, Rajapali Shedulayan. To present the award, let's welcome Trainer of Champions, Javier Mendez.